قدمت الأوركسترا السيمفونية التونسية عرضا موسيقيا اعتبره أغلب من حضره متميزا. العرض احتضنته قاعة المسرح الوطني الجزائري، وذلك في إطار فعاليات المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية. هي ليلة مهربة من ليالي الزمن الجميل، ليلة أبدعت فيها الأوركسترا السيمفونية التونسية بقيادة الموسيقار حافظ مقني في أداء ألحان جميلة ومقاطع موسيقية تونسية وعالمية. تفاعل الجمهور كان خارق العادة. حاجة باهية أنه يعني الرسالة نتاع الموسيقيين والأداء نتاعهم وصل للجمهور، الشيء اللي خلاه يصفق بالطريقة هذه. نشكر برشا المهرجان اللي التنظيم كان محكم للغاية ووفروا لنا كل الظروف باش نجموا احنا نقدموا عرض بالقيمة هذه. الأوركسترا التونسية عزفت مقاطع موسيقية بإتقان وتناغم كبيرين أبهرت الجمهور الحاضر في قاعة المسرح الوطني الجزائري. الجمهور صفق طويلا خاصة بعد الأداء الرائع للعازف على بيانو باسم مقني. نشكر فرقة الأوركسترا السيمفونية التونسية اليوم اللي متعتنا وصالت وجلت بنا في ربوع موسيقى عالمية ما شاء الله. وعجبتني هي المخيرة فيه. باقي قلت لبنتي قلت له كان غير يزيدوا يعاودوها لنا غدوة. مع إخواننا من الأوركسترا السيمفونية التونسية في هذه السهرة الجميلة التي قدمت فيها باقة من الريبرتوار الموسيقي الجميل. إن شاء الله تكون هذه فالخير بالنسبة لنا نحن على أبواب قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، أين سنلتقي جميعا إن شاء الله من خلال برنامج مشترك. عذوبة وجمال مقاطع الفرقة التونسية التي تشارك في المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية للمرة الثانية على التوالي لم تترك فرصة للجمهور حتى لرمشة عين، فكانت نجمة السهرة الرابعة بامتياز. الأداء الراقي والمتميز لأعضاء فرقة الأوركسترا السيمفونية التونسية مكنها من افتكاك العلامة الكاملة واكتساب رضا الجمهور الحاضر في المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية. حمزة بداوي، التلفزة الوطنية التونسية، الجزائر. وبهذا نختم نشرة الليلة. شكرا للمتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.